صوت ناداني. قام سمير ذات يوم باكرا بعد أن دخل إلى سريره وقرأ دعاء النوم. فجأة استيقظ على صوت هادئ يناديه: سمير سمير، قم يا سمير. دهش سمير وفتح عينيه فزعا قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصوت: لا تخف يا سمير، أنا لن أؤذيك أبدا، فأنا صديقك موجود عندك منذ زمن طويل. قال سمير: عجيب، صديقي موجود عندي منذ زمن بعيد ولا أعرفك؟ قال الصوت: بلى تعرفني، انظر حولك ستجدني إن شاء الله. فتح سمير الضوء فوجد بالقرب من وسادته قلبا صغيرا جميلا مشرقا ووجهه مبتسما. قال سمير: بالله ما أجملك يا صديقي، من أنت؟ قال القلب: أنا ضميرك يا سمير، موجود بداخلك منذ أن ولدت، ولكنني كنت صغيرا، وأما الآن فأنا أكبر وأكبر بداخلك كل يوم، وأرى أفعالك وأسمع أقوالك، فنحن نكبر معا. قال سمير: سبحان الله. قال ضمير سمير: لا تعجب يا صديقي، فإن وظيفتي الأساسية في داخلك محاسبتك بارتياحك إذا أحسنت بفعلك الطاعات والخير والإحسان إلى جميع الناس، وتعبك وإرهاقك إذا أسأت إلى الناس أو أسأت إلى نفسك، فأنا أحاسبك باستمرار ولا أتركك أبدا، فأنا أحسن صحبتك. قال سمير: أحسن الله إليك يا ضميري العزيز. سأل سمير ضميره: وما انطباعك عني يا ضميري؟ قال الضمير: أنا أحبك يا سمير، لأنك ولد مهذب، تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، وتساعد المحتاجين، وتحسن صحبة زملائك في المدرسة، وتطيع مدرسيك، وتحل واجباتك. قال سمير: هذا واجبي يا ضميري اليقظ، فشكرا على اهتمامك بي ومراقبتي وتوجيهي إلى الخير. قال ضميره: عفوا يا سمير، لا شكر على واجب، وأنا بدوري أعدك أن أكون بجانبك باستمرار يا سمير. وفي اليوم التالي ذهب سمير إلى المدرسة، وفي الفصل وجد مصروفا لأحد زملائه سقط من جيبه على الأرض. أخذ سمير يفكر: لو أنني أخذت هذا المصروف وأضفته إلى مصروفي سيصبح عندي مالا كثيرا أستطيع أن أشتري به السيارة الكبيرة التي أريدها. وأخذ يفكر ويفكر محتارا. فجأة ظهر ضميره على يمينه ودنا منه قائلا: انتبه يا سمير، هذا حرام، فالسرقة هي أخذ شيء من صاحبه دون علمه، والله سبحانه وتعالى يعاقب على هذا الفعل الخبيث. قال سمير: أستغفر الله العظيم، إن النفس لأمارة بالسوء. أخذ سمير المصروف وذهب إلى صديقه وأعطاه إياه قائلا له: لقد سقط مصروفك من جيبك، فانتبه إليه مرة أخرى، ولا تهمل أغراضك ولا تضيعها، فإن هذا العمل سيحزنك ويجر إليك الندم.
عرف معلم الصف بالقصة وكرم سميرا في الإذاعة المدرسية وفي الفصل، وصفقوا له أصدقاؤه وأعطاه هدية وشهادة تقدير فاخرة. ولما عاد سمير إلى المنزل تفاجأ بالسيارة التي كان يحلم بها. أهداها إليه والداه وفرحا بأمانته وضميره اليقظ، وحضناه وأثنيا عليه وشكراه على أمانته وضميره الحي الذي شرفهم به أمام أصدقائه ومدرسيه وأهله وذويه.